معاكم مهندس احمد انور، مهندس طيار خفيف لا طن، صاحب فكره مشروع دجاج الزينه، خصوصا اللامبورجيني ثنائي الغرض، زينه ولحم واكل وفوائد واستثمار. الدجاج دوت اندونيسي، هو الدجاج الفريد من نوعه اللي لونه اسمر وعظمه اسمر وكل حاجه فيه اسمر فاسمر حتى امعاء الداخليه. الدجاج ده غني جدا بالاحماض والحديد والكالسيوم والمعادن، وغني جدا غني جدا بالفيتامينات، ومتصبغ لحمه متصبغ باللون الاسمر، جلد وريش وعظم. الفراخ ديت اغلى قيمه غذائيه في الطيور، اغلى قيمه ماليه في الدواجن. سعر الفرخه الواحده بتوصل ل 2500 دولار. هنا في مصر احنا الحمد لله دخلناها مصر بقالنا حوالي سنتين، بنحاول ان احنا نكتر من السلالة على قد ما نقدر، بنحاول ان احنا نستثمر فيها، بنحاول ان احنا نعملها كمشروع استثماري. بعد كده ان شاء الله نقدر ان احنا نصدر لبره ونحقق عمله صعبه لبلادنا ان شاء الله. الفراخ اللامبورجيني تربيتها زي الفراخ البلدي عادي خالص، نفس التحصينات، نفس الاكل، نفس الشرب، نفس كل حاجه، نفس الرعايه. لكن الحمد لله انتاجها سواء في البيض او سواء في اللحم او سواء في الكتاكيت يجيب عائد استثماري لصاحب المزرعه كويس جدا بفضل الله. ان شاء الله احنا بنحاول نشوف انواع ثانيه ندخلها برضه مصر. اندونيسيا هي اول من ظهر عندها الفراخ اللامبورجيني، وقدرت ان هي تبيع للعالم كله وتحقق فلوس كويسه. والنهارده لما بيسمعوا ان في نوع نادر تاني في العالم، بيحاولوا ان هم يجيبوه يخلوه عندهم عشان يرجعوا يدوه للعالم تاني من هناك. فان شاء الله احنا بنحاول ان احنا يعني نسبقهم في حاجه زي كده، ان احنا ان شاء الله هنا في مصر ندخل ثقافه هوايه الحاجات النادره والدجاج النادر والدجاج المفيد هنا في مصر، ونحاول ان احنا ان شاء الله بعد كده ننتجه ونصدره للعالم باذن الله. تمام، شكرا. لا يا باشا، مفيش مشكلة. انا بشربها مغلية عادي يعني. شكرا يا سهلا. ماشي يا باشا، تسلم. بس زياده ولا سنه؟ ماشي. زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو اللي انا عرضته من شويه، اغلى فرخه في العالم سعرها بيصل الى 2500 دولار، يعني حوالي 100,000 جنيه. طبعا حاجه ولا في الخيال في الحقيقه، لكن واقع زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير اللي انا يمكن بدات بيه. يا ريت التجربه دي تعمم على مستوى مصر، يا ريت نلاقي مزارع كتيره جدا من هذا النوع من الفراخ، عشان نقدر نصدر ونقدر نوفر عمله صعبه ونقدر نقوي العمله الوطنيه جنيه مصر طبعا. ومفيش مستحيل في الحقيقه، يعني يا ريت ندرس التجارب النادره والفريده والناجحه اللي زي كده عشان نقدر نعممها. ودايما نهضه الامم بتيجي بالافكار اللي هي دايما بنقول خارج الصندوق. تحيه لهذا الشاب طبعا المحترم اللي نجح في يعني استخدام هذا النوع من الدواجن وحقق نجاح كبير جدا فيه، ووصلت فيه الفرخه ل 100,000 جنيه. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.